سنة 2010 رائد الكوميديا السوداء في مصر محمد أمين قدم فيلم من أهم أفلامه وأنجحها وأكثرهم سوداوية كمان، فيلم بنتين من مصر. المعتاد من محمد أمين إنه بيقدم أفلام في شكل كوميديا سوداء زي فيلم ليلة سقوط بغداد وفيلم فبراير الأسود وكمان فيلم ثقافي. وحسب كلام محمد أمين إنه دور نشوى مصطفى في فيلم ثقافي كان بذرة العمل لفيلمه الجديد بنتين من مصر، فقرر يعمل الفيلم ده عشان يناقش فيه قضية مهمة جدا وهي قضية الزواج المتأخر للبنات في مصر. وعلى غير العادة الفيلم ده كان مأساوي وسوداوي جدا وما دخلش فيه الكوميديا خالص، وده ليه؟ لأنه كل اللي دخل فيلم ثقافي خرج منه وهو بيضحك وتعامل مع الفيلم على إنه كوميدي جدا ومحدش فهم المغزى الحقيقي من الفيلم، فقرر في الفيلم ده إنه هيشيل منه الكوميديا تماما، وكأن الفيلم ده معمول تحديدا عقابا للي دخلوا فيلم ثقافي وتعاملوا معاه على إنه كوميدي. وبالفعل ينزل الفيلم ويكسر الدنيا وينجح نجاح منقطع النظير ويسجل علامة مهمة في تاريخ السينما المصرية، وراهنك لو شفت فيلم سوداوي أكتر من الفيلم ده.